ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معكم مستر محمد خالد. النهارده ان شاء الله باذن الله هنشرح الدرس الاول في الوحده الاخيره في التاريخ اللي بيتكلم عن الحياه النيابيه والحياه الحزبيه في مصر ودور المراه، وتطور الحياه النيابيه وتطور الحياه الحزبيه في مصر ودور برضو المراه. هناخد في الدرس ده ان هنعرف اصلا يعني ايه حياه نيابيه، بعد كده هنعرف ازاي الحياه النيابيه اتطورت في مصر، بعد كده هناخد دور المراه وبرضو ازاي دور المراه تطور. اول حاجه عايزين نعرفها في الدرس ده هو ايه اصلا الحياه النيابيه، او ايه هو تعريف الحياه النيابيه. تعريف الحياه النيابيه ممكن مثلا يجي لك في الامتحان يقول لك ما المقصود بكل من الحياه النيابيه. الحياه النيابيه هو قيام الشعب بانتخاب ممثلين. يعني ايه قيام الشعب بانتخاب ممثلين؟ يعني مثلا لما يحصل انتخابات والشعب يختار رئيس، ده اللي احنا بنسميه حياه نيابيه. يبقى الحياه النيابيه بسهوله هي قيام الشعب بانتخاب ممثلين. مين هم الممثلين؟ الممثلين دول اللي هم بيبقى رئيس الدوله. رئيس الدولة أصلا وظيفته إنه بيمثل الشعب، هو اللي بيمثل الدولة نفسها. يعني دلوقتي مثلا عشان مصر تقعد مع دولة زي أمريكا ويعملوا مع بعض معاهدة زي مثلا أو مؤتمر زي مؤتمر كامب ديفيد ومعاهدة السلام، الشعب المصري ما كانش كله بيروح يقعد مع الشعب بتاع أمريكا، رئيس مصر هو اللي كان بيروح يقعد مع رئيس أمريكا مع رئيس وزراء إسرائيل اللي هو ساعتها كان اسمه مناحم بيجن وهكذا. ده معنى كلمة الحياة النيابية. يبقى الحياة النيابية إن الشعب يقوم بانتخاب ممثلين. طيب هو ليه بقى الشعب بيقوم بانتخاب ممثلين؟ قال لك عشان 3 حاجات. رقم 1، احنا ليه بننتخب اصلا الرئيس؟ لاداره شؤون الحكم، اكيد الرئيس هو اللي بيدير شؤون الحكم، شؤون الدوله يعني. رقم 2، وضع القوانين او سن القوانين. سن يعني وضع، هو اللي بيحط القوانين بتاعه الدوله. يبقى الحياه النيابيه هي قيام الشعب بانتخاب ممثلين عشان الممثلين دول يعملوا 3 حاجات. رقم 1 اداره شؤون الحكومه او اداره شؤون الحكم، وضع القوانين او سن القوانين. رقم 3 مراقبه أعمال الحكومة. والرئيس المفروض من دوره إنه يراقب أعمال الحكومة. ومين هم الحكومة أصلا؟ الحكومة دول اللي هم مكونين من رئيس الوزراء والوزراء نفسهم، دول اللي احنا بنسميهم الحكومة. يبقى دلوقتي الحياة النيابية هي قيام الشعب بانتخاب مين؟ تقول لي بانتخاب ممثلين. يعني ايه ممثلين؟ اللي هو احنا بننتخب رئيس يعني. الرئيس ده بيعمل 3 حاجات. رقم 1 هو اللي بيدير شؤون الحكم وبيضع القوانين او سن القوانين ومراقبة اعمال مين؟ الحكومة. الحياة النيابية بقى في مصر مرت ب3 مراحل. اول مرحلة وهي مرحلة قبل الاحتلال البريطاني، وهناخد الحياة النيابية كانت عاملة ازاي في عهد محمد علي باشا وفي عهد الخديوي اسماعيل. ده اول مرحله. بعد كده الحياه النيابيه اتطورت امتى بقى؟ قال لك في عهد الاحتلال نفسه. بعد كده الحياه النيابيه اتطورت بعد ثوره 23 يوليو 1952. يبقى الحياه النيابيه في مصر ما اتعملتش مره واحده، ده مرت بكام مرحله؟ 3 مراحل. قبل الاحتلال وعهد الاحتلال وبعد الاحتلال. تعالى بقى نعرف الحياه النيابيه كانت عامله ازاي في مصر قبل الاحتلال البريطاني وفي اثناء الاحتلال نفسه وبعد الاحتلال. قبل الاحتلال البريطاني كنا خدنا ان محمد علي حكم مصر بعد ثوره الشعب المصري 1804، وكنا خدنا ان محمد علي تولى حكم مصر سنه 1805 لحد 1848. بعد 1848 جه عباس باشا الاول من 48 ل 54 6 سنين. بعد كده جه محمد سعيد باشا من 54 ل 63 9 سنوات. بعد كده جه الخديوي اسماعيل من 1963 لحد 1979، يعني استمر حكمه 16 سنه. تعالى بقى نعرف الحياه النيابيه في عهد محمد علي كانت عامله ازاي وعهد الخديوي اسماعيل كانت عامله ازاي. قال لك ان محمد علي لما جه مصر او حكم مصر كان بيعمل مجالس نيابيه. يبقى احنا طالما بناخد الحياه النيابيه يبقى احنا بناخد ان محمد علي عمل مجالس ايه؟ نيابيه. بس المجالس النيابيه اللي محمد علي عملها كانت مجالس صوريه. يعني ايه صوريه؟ لا سلطه لها، يعني ملهاش سلطه من الاخر. هو المفروض اصلا ان المجالس النيابيه دي هي اللي تحكم الدوله او هي اللي تتحكم في شؤون الدوله. هل محمد علي كان بيعين مجالس نيابيه تتحكم في شؤون الدوله؟ محمد علي كان بيعين مجالس، لو فاكر قلنا الترم الاول زي الصوره. يعني ايه زي الصوره؟ ملهاش لازمه. مجالس صوريه لو سلطتها ايه؟ لها، ملهاش سلطه يعني من الاخر. يعني محمد علي لو قعد مع المجالس النيابيه وقال لهم يا جماعه ايه رايكم مثلا نعمل مدرسه، وقالوا له لو هو مش عايز يعملها مش هيعملها، يبقى هل كده المجالس النيابيه لها لازمه؟ ملاش لازمه. يعني محمد علي قام بانشاء مجالس نيابيه لا ايه؟ لا سلطه لها. زي مجلس اسمه مجلس المشوره ومجلس اسمه المجلس العالي، وده المجلسين اللي محمد علي عملهم. يعني محمد علي عمل كام مجلس؟ 2 مجالس نيابيه ليها سلطه؟ لا ملهاش سلطه، يعني مجالس ايه؟ صوريه. مجلس المشوره والمجلس الايه؟ العالي. جه بعد كده الخديوي اسماعيل برضه عمل مجالس صوريه لا سلطه لها، زي مجلس اسمه مجلس شورى النواب
وده احنا خدناه الترم الاول، وكنت دايما بقول لك ان الحدود السبعين هو اللي عمل مجلس الشورى الايه؟ النواب. بعد كده تم احتلال مصر من 1882 لحد الجلاء 1952 لما وقعنا معاهم اتفاقيه الجلاء سنه 1954. رحلت قوات الاحتلال 1956. احنا بقى مش عايزين الفتره دي، احنا عايزين الفتره اللي هي بتاعت ثوره 23 يوليو 1952. هناخد المرحله دي من اول الاحتلال لحد الثوره. قال لك ان المرحله دي، المرحله الثانيه نفسها، مرت بمرحلتين. من 1882 لحد الحرب العالميه الاولى 1914، ومن 1923 لحد 1952. يبقى انت عندك الحياه النيابيه مرت بثلاث مراحل، منهم مرحله مرت بمرحلتين اللي هي مرحله الاحتلال. طب الاحتلال فضل في مصر من امتى لامتى؟ من 1982 لحد الثوره اللي حررت مصر من الاحتلال 1952. الفتره دي بقى اللي هم كام سنه؟ 70 سنه. هنقسمهم لفترتين، من 1882 للحرب العالميه الاولى، ومن 1923 لحد ثوره 1952. قال لك ان في المرحله الاولى دي تم انشاء مجالس سوريه برضه لا سلطه لها. الكلام ده في عهد الاحتلال البريطاني. لما الاحتلال البريطاني جه عمل مجلس شورى اسمه مجلس شورى القوانين، وعمل الجمعيه العموميه. وسنه 1913 عمل جمعيه اسمها الجمعيه التشريعيه. لما كنا بناخدها، لما بنقول لو فاكرين يعني الترم الاول كنا بنقول ان قام الاحتلال البريطاني بالغاء مجلس شورى النواب، وعمل مجالس سوريه لا سلطه لها زي مجلس شورى القوانين والجمعيه العموميه والجمعيه التشريعيه. ده اللي اتعمل في عهد الاحتلال. سنه 1923 قال لك ان احنا اصدرنا دستور 1923. احنا في الترم الاول خدنا دستورين، 23 و1930. ولما دستور 1930 كان وحش لغناه ورجعنا نشتغل ب 1923. قال لك بقى في المرحله دي تم اصدار دستور 1923. والدستور هو عباره عن وثيقه رسميه تعمل بها الدوله. وثيقه يعني ورقه، دي الدوله اللي بتشتغل بيها. هي اللي بتحدد حاجتين: نظام الحكم، يعني الدستور ده هو اللي بيحدد هل نظام الحكم ملكي ولا جمهوري ولا سلطنه زي السلطان اللي بيحكم، والنظام الملكي اللي بيحكم اسمه ملك، والنظام الجمهوري اللي بيحكم اسمه رئيس. يبقى الدستور ده عباره عن وثيقه رسميه ورقه هي اللي بتحدد نظام الحكم، وهي اللي بتحدد اختصاصات المؤسسات الدستوريه. يعني ايه؟ يعني في مؤسسات في مصر دستوريه زي مجلس النواب، ومجلس او مجلس شورى النواب يعني، ومجلس اسمه مجلس الشيوخ، ومجلس شورى القوانين، والجمعيه العموميه، والجمعيه التشريعيه. دي اسمها مؤسسات دستوريه، مؤسسات تبع الدستور. اللي بيحدد بقى كل واحده شغاله ايه بالظبط الدستور نفسه. يبقى هو اللي بيحدد اختصاص كل مؤسسه من المؤسسات الدستوريه. مش بس كده، وبيحدد نظام الحكم. ده الدستور. قال لك بقى ان الدستور ده عمل حاجتين. اول حاجه عمل حاجه اسمها حريه الاحزاب السياسيه، وده ادى الى تعدد الاحزاب. وكنا خدنا الترم الاول ان تعدد الاحزاب كان اداه في ايد القصر الملكي لتحقيق مصالحه بغض النظر عن مصالح مين؟ الشعب. رقم 2 قال لك ان الدستور سنه 1923 عمل مجالس ثانيه، وخلى ان السلطه التشريعيه بتاعه البلد يمثلها حاجه واحده بس، وهو المجالس النيابيه. يعني الدستور ده خلى المجالس النيابيه هي اللي تمثل السلطه التشريعيه كلها. السلطه التشريعيه الاول كان بيمثلها كذا حاجه: مجلس شورى القوانين، والجمعيه العموميه، والجمعيه التشريعيه. اما الدستور 23 ماسك السلطه التشريعيه وخلى حاجه واحده بس اللي تتولاها: المجالس النيابيه. يبقى لما يجي يقول لك ما النتائج المترتبه على اصدار دستور 1923 تقول له ده ادى الى حريه الاحزاب. بعد كده خلى ان السلطه التشريعيه تكون في يد مجالس النيابيه، او المجالس النيابيه هي اللي هتكون مسؤوله عن السلطه التشريعيه. يعني لو سالتك سؤال وقلت لك مين اللي بيمثل السلطه التشريعيه؟ المجالس النيابيه. يبقى من نتائج مترتبه على دستور 23 اصبحت المجالس النيابيه تمثل السلطه التشريعيه. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي قلت لك مين اللي بيمثل الدوله؟ الرئيس. طب مين اللي بيمثل المحافظه؟ المحافظ. طب مين اللي بيمثل السلطه التشريعيه؟ المجالس النيابيه. زي مجلس اسمه مجلس النواب، ومجلس اسمه مجلس الشيوخ. ويعني ايه اصلا مجالس نيابيه؟ المجالس النيابيه هي عباره عن مجالس تمثل السلطه التشريعيه. ده اصلا اللي احنا قلناه من شويه، ده تعريف المجالس النيابيه: عباره عن مجلس نيابي، مجلس انتخابي، مجلس احنا بننتخبه، هو اللي بيمثل السلطه التشريعيه بتاعه البلد. وصلت؟ ده كده الحياه النيابيه في عهد الاحتلال البريطاني. بعد كده هناخد الحياه النيابيه بعد ثوره 23 يوليو 1952. احنا خدنا الترم ده ان ثوره 23 يوليو 1952 عملت حاجتين. اول حاجه هي حل الاحزاب السياسيه، والغاء دستور 1923. الغاء دستور 1923 كان من انجازات الثوره في المجال السياسي،
وحل الاحزاب السياسيه برضو كان في انجازات الثوره في المجال السياسي، حتى اسمها الاحزاب السياسيه. بعد كده تطورت الحياه النيابيه في مصر. الحياه النيابيه اتطورت في عهد مين بقى؟ مين اللي حكم مصر بعد الثوره؟ اتنين، الرئيس جمال عبد الناصر ومحمد انور السادات. الرئيس جمال عبد الناصر اصدر دستور 1956، ودستور سنه 1956 نص على ايه؟ نص ان السلطه التشريعيه هتكون بدل ما هي في ايد المجالس النيابيه هتكون في يد مجلس منتخب. المجلس ده اسمه مجلس الامه. مجلس الامه ده اللي هو مجلس النواب حاليا، وتم تشكيل مجلس الامه ده بعد الكلام ده بسنه، يعني سنه 1957. يبقى الحياه النيابيه كانت عامله ازاي بعد الثوره؟ تقول لي اول حاجه الثوره عملت حاجتين، حلت الاحزاب السياسيه والغت دستور 1923 اللي اصدره الاحتلال اصلا، او اللي تم اصداره في عهد الاحتلال. بعد كده بقى ان جه الرئيس جمال عبد الناصر عمل حاجتين، اصدر دستور 1956، والدستور ده ده دستور زي 23 وزي دستور 30، دستور وثيقه رسميه بتحدد نظام الحكم واختصاصات المؤسسات الدستوريه. قال لك ان الدستور ده نص ان السلطه هتكون في يد مجلس منتخب. المجلس ده اسمه مجلس الامه عشان هو بيمثل الامه، بيمثل الشعب يعني من الاخر. والمجلس ده تم تشكيله سنه 1957. جه بعد كده الرئيس محمد انور السادات اصدر دستور 1971 اللي كنا بنسميه الدستور الدائم. احنا كده خدنا ان محمد انور السادات اصدر دستور 1971، والدستور ده بنسميه الدستور الدائم. لما يجي يقول لك هو تفسر هو ليه اصدره، تقول له عشان يؤكد على 3 حاجات. رقم 1 استقلال القضاء، ان القضاء سلطه مستقله ما ترتبطش باي حاجه ثانيه. رقم 2 اقرار مبادئ التعدديه الحزبيه. رقم 3 علشان الدستور ده يؤكد على سياده القانون. يعني ايه سياده القانون؟ يعني احنا عايشين في دوله، السيد في الدوله دي هو القانون، محدش هو القانون، كلنا بنخضع للقانون. 71 على سيادة القانون واستقلال القضاء وإقرار مبادئ التعددية الحزبية. واحد يجي يقول لي يعني إيه مصر التعددية الحزبية؟ قال لك يا حبيب قلبي يعني أي مجلس شعب يتعمل لازم يكون فيه كذا حزب. ليه؟ عشان المجلس ده يكون فيه معارضة سياسية. أنت عندك في ثورة 2011 من العوامل بتاعتها ومن الأسباب بتاعتها اللي هي كانت تزوير انتخابات مجلس الشعب، وتزوير الانتخابات أدى لحصول الحزب الوطني على 97% من الأصوات، وده خلى إن مفيش أي معارضة سياسية. يعني مثلا دلوقتي أنا عندي مجلس الشعب، لازم المجلس الشعبي يكون فيه كذا حزب. الحزب ده مثلا اسمه حزب النور والحريه والعداله، الحزب الوطني، الحزب الكذا، الحزب الكذا. كل حزب منهم المفروض مثلا يقول رايه. طب لو في حزب عمل حاجه غلط التاني يقول له انت عاملها ليه، يحاسبه. طيب لو مجلس الشعب بقى فيه حزب واحد بس، حد هيحاسبه؟ تقول لا، يبقى هيخلو من المعارضه السياسيه. لازم يكون عندي حاجه اسمها التعدديه الحزبيه، لازم المجلس الشعبي يكون فيه كذا حزب. اللي يغلط التاني يحاسبه. طب لو عندي حزب واحد يبقى في حاجه هتحصل اسمها عدم وجود معارضه سياسيه، وده طبعا من اسباب ثوره 2011. تعالى بقى ناخد سلطات مصر دلوقتي اصلا ايه هي، او ازاي حاليا مصر بيتم حكمها. دلوقتي مصر بيتم اداره حكمها من خلال 4 سلطات. اول حاجه الرئيس، والرئيس اللي هو رئيس الجمهوريه. الرئيس ده بنسميه رئيس السلطه التنفيذيه، لأن مصر حاليا فيها 3 سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. سنة 4 ابتدائي بياخدوا الكلام ده. سنة 4 ابتدائي بياخدوا إن اللي بيحكم مصر حاليا 3 سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. السلطة القضائية بتتولاها المحاكم اللي هي المحكمة، جمع محكمة. السلطة التشريعية مكونة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومجلس النواب عشان يحكم بيفضل 5 سنين. طبعا انتوا عارفين ان احنا بننتخبه زيه زي الرئيس. الرئيس مدة حكمه 4، مجلس النواب مدة حكمه 5 سنين. تمام كده؟ ده السلطة التشريعية. السلطة التنفيذية بتتقسم لرئيس سلطة لوحده، ده رئيس السلطة التنفيذية، وبتتقسم للحكومة. والحكومة دي اللي بتساعد الرئيس في إدارة شؤون البلاد. الحكومة دي بقى يعني بتتضمن حاجتين او ممثلة في حاجتين: رئيس الوزراء ومين؟ والوزراء نفسهم، اللي هو وزير الزراعه والصناعه والتجاره والرئيس بتاعهم، دول بنسميهم الحكومه دي. والسلطه التشريعيه دي مكونه من مجلس نواب، وده بيحكم لمده كام سنه؟ 5 اعوام. ممكن يجي يقول لك صح وغلط، 3 أو 4 غلط. بعد كده مجلس اسمه مجلس الشيوخ. والسلطه القضائيه، ودي اخر سلطه بتحكم او بتتولى الحكم في مصر. والسلطه القضائيه بتتولاها المحاكم. والسلطه القضائيه هي سلطه مستقله ملهاش علاقه باي حد، بتحكم مع نفسها كده بجد. بعد كده هنتكلم عن دور المرأة في المجتمع. وطبعا دور المرأة اتطور برضو زي الحياة النيابية. يعني الحياة النيابية ما حصلتش مرة واحدة، الحياة النيابية بدأت تتطور. في الأول كانت حاجة، بعد كده بدأت تزيد. برضو دور المرأة نفس الكلام. المرأة الأول كان لها دور محدود، بدأ يزيد مع الوقت أو بدأ يزيد مع مرور الوقت. تطور دور المرأة مر ب3 مراحل.
اول مرحله من تطور دور المراه هي مرحله قبل الثوره، بس مش قبل ثوره 1952، قبل ثوره 1919. المرحله اللي بعدها بعد ثوره 1919، من بعد الثوره لحد الثوره اللي بعدها 1952. المرحله اللي بعدها من 1952 لحد دلوقتي حتى الان. والمرحله الثالثه دي مرت بثلاث مراحل، من 1952 ل 1961، وبعد كده المرحله اللي بعدها من 1961 عشان احنا بنكمل لحد 1971، يعني 10 سنين من 61 ل 71. والمرحله اللي بعدها هنكمل من 1971 لحد دلوقتي اللي هو حتى الان. حاجه صعبه في الكلام ده؟ طيب تعالى بقى ناخد ازاي تطور دور المراه من الاول خالص. في المرحله دي، امتى المرحله دي بدات فعلا، او امتى دور المراه فعلا اتطور في المرحله دي؟ قال لك ان حصل فعلا تطور في دور المراه، او المرحله دي بدات فعليا عندما استجاب الخديوي اسماعيل لطلب واحد اسمه رفاعه الطهطاوي. طب ايه هو طلب رفاعه الطهطاوي؟ قال لك ان رفاعه الطهطاوي طلب من الخديوي اسماعيل انه يعمل مدرسه للبنات، لان البنات ما كانوش بيتعلموا اصلا، المدارس كانت موجوده للذكور فقط. رفاعه الطهطاوي اللي محمد علي كان بعته على راس البعثات العلميه، لما رجع من البعثات العلميه دي ساهم في النهضه التعليميه، الكلام ده احنا واخدينه الترم الاول. رفاعه الطهطاوي لما جه راح طلب من الخديوي اسماعيل انه يعمل مدرسه لتعليم مين؟ البنات. المدرسه دي بعد كده هيبقى اسمها المدرسه الثانيه، ودي اللي عملها الخديوي اسماعيل. يبقى كده الخديوي اسماعيل استجاب لي طلب رفاعه الطهطاوي ولا رفضه؟ استجاب لي. يبقى امتى المرحله دي بدات فعلا؟ تقول لي عندما استجاب الخديوي اسماعيل الى طلب مين؟ رفاعه الطهطاوي. اللي هو ايه الطلب؟ بانشاء مدرسه لتعليم الايه؟ البنات، اللي هي اسمها المدرسه الايه؟ الثانيه. طيب بعد كده قال لك ان المراه عملت اول او ساهمت في انشاء اول مجله نسائيه. يعني ايه مجله نسائيه؟ جورنال بيتكلم عن قضايا المراه وازاي المراه بتتظلم وازاي نحسن دور المراه. جورنال يعني بنسميه مجله نسائيه، او مش جورنال، هو المجله دي اللي هي بتنزل شبه الكتاب الصغير، شبه القصه القصيره كده، بيبقى اسمها مجله. اكيد انتوا بتسمعوا عن المجلات دي، زي مثلا مجله اسمها مجله وشوشه لو تسمعوا عنها. طيب وشوشه نضحك بقى. اول مجله نسائيه عملناها سنه كام؟ قال لك ان اول مجله نسائيه عملناها سنه 1907، والمجله دي كان اسمها مجله الريحانه، واللي عملها كانت واحده اسمها جميله حافظ. حاجه صعبه في الكلام ده؟ يبقى ساهمت المراه او شاركت المراه، يعني مش احنا اللي عملنا المجله، ده المراه هي اللي عملتها. ساهمت المراه في انشاء اول مجله نسائيه عام كام؟ 1907، واسمها كانت ايه؟ مجله الريحانه، واللي عملتها كانت مين؟ جميله حافظ. سنه 1908 المجله دي تحولت الى جريده، وفضلت برضو نفس الاسم جريده الريحانه سنه برضو، واللي عملها كانت برضو جميله مين؟ حافظ. يبقى دلوقتي الحاجه المهمه في الحته دي عشان ما يبقاش فيه لخبطه، اول مجله نسائيه اللي عملتها جميله حافظ سنه 1907 وكان اسمها مجله الريحانه. بعد سنه المجله دي اتحولت من مجله لجريده، جورنال بقى برضو اسمها جريده الريحانه بدل مجله الايه؟ الريحانه. وصلت الحته دي؟ زي بالظبط محمد علي ما قسم البلاد قبل كده ل7 دواوين، بعد كده خلاها 7 مديريات، نفس الكلام برضو، الاسم بس اتغير. طيب بعد ثوره 1919 ازاي دور المراه تطور؟ ركز معايا. قال لك ان تطور دور المراه او حصل 3 حاجات. رقم 1 شكلت المراه، رقم 2 شاركت المراه، رقم 3 التحقت المراه. يبقى لما يجي يقول لك ازاي تطور دور المراه بعد ثوره 19 تقول له 3 كلمات: شكلت، شاركت، التحقت. قال لك ان هي شكلت لجنه اسمها لجنه الوفد المركزيه، ولجنه الوفد المركزيه دي شبه حزب الوفد اللي كان عامله سعد زغلول، بس سعد زغلول عمل حزب الوفد للرجال. قال لك بقى ان احنا عملنا حزب وفد للسيدات اللي هتشارك في مؤتمر الصلح في باريس، واللي رأس الحزب ده كان واحده اسمها هدى شعراوي، ودي احنا انتخبناها، فكرك بالشيخ الشعراوي، اسمها هدى شعراوي. طيب بعد كده قال لك ان المراه شاركت بجانب الرجل في ثوره 1919. لما لو فاكرين احنا خدنا في 1919 ان الثوره دي شارك فيها كل الفئات، مسلم ومسيحي، رجال وسيدات، صغير وكبير، كل الناس شاركت فيه. قال لك بقى شاركت المراه في 1919 في الثوره، وشكلت المراه لجنه الوفد المركزيه واللي انتخبنا لها مين؟ هدى شعراوي. والتحقت المراه بالجامعه المصريه سنه 1928. لو فاكر مين عمل الجامعه المصريه؟ مين اللي دعا لانشاء الجامعه المصريه؟ كان مصطفى كامل، دعا لانشاء 1908.
وعملناها 1908. بعد 20 سنه طول الفتره دي اللي كان بيدخل الكليه او الجامعه رجاله بس. امتى المراه بدات تخش الجامعه؟ بعد ما اتعملت ب 20 سنه، يعني 1928. ده دور المراه بعد ثوره 19. شكلت، شاركت، التحقت. شكلت لجنه الوفد المركزيه، وانتخبنا مين رئيسه للجنه؟ اكيد مش سعد زغلول، ده سيدات، هدى شعراوي. طيب شاركت بجانب الرجل في ثوره 1919، والتحقت بالجامعه المصريه 1928. حاجه صعبه في الكلام ده؟ ده كده دور المراه بعد الثوره. تعالى بقى ناخد دور المراه من اول ثوره من 1952 حتى الان. بعد كده هناخد المرحله اللي من اول ثوره 1952 حتى الان. المرحله دي هنقسمها لثلاث فترات، من 1952 ل 61، من 61 ل 71، ومن 71 لحد دلوقتي. المرحله الاولى اللي هي من 1952 لحد 1961 قال لك ان المراه بدات تلتحق بالحياه الحزبيه او الحياه النيابيه او الحياه السياسيه، لدرجه ان في واحده شكلت وزاره اسمها وزيره الشؤون الاجتماعيه، واول وزيره تتعين للشؤون الاجتماعيه كان اسمها حكمه ابو زيد. دي اول وزيره للشؤون الاجتماعيه. يعني ايه وزيره للشؤون الاجتماعيه؟ طبعا انتوا عارفين ان في وزير زراعه وصناعه وتجاره، وزير حربيه، وزير داخليه، وزير خارجيه، تمام كده؟ برضو اول واحده تتعين في الوزاره كانت وزيره للشؤون الاجتماعيه، للشؤون بتاعه المجتمع، يعني زي الاخصائيه الاجتماعيه اللي في المدرسه كده، بس دي وزيره بقى، وكان اسمها حكمه ايه؟ ابو زيد. الكلام ده كان في عهد مين؟ قال لك ان الكلام ده كان بعد اصدار دستور 1956 اللي تم اصداره في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. بعد كده جه محمد انور السادات، وعين واحده اسمها عائشه راتب وزيره للشؤون الاجتماعيه. عينها بعد مين بقى؟ بعد حكمه ابو زيد. يبقى جمال عبد الناصر عين حكمه ابو زيد، جه بعد كده الرئيس محمد انور السادات وعين واحده اسمها عائشه راتب مكان حكمه ابو زيد. وصلت كده؟ بعدها يعني زي بالظبط ما خدنا قبل كده ان اول رئيس لاركان حرب انتوا خدتوه كان عبد المنعم رياض، بعديه سعد الدين الشاذلي، بعديه محمد عبد الغني الجمصي، بالترتيب. دول برضو بالترتيب، نفس الترتيب بتاعهم. طيب في حاجه صعبه في الكلام ده؟ حتى عبد المنعم رياض كان في عهد جمال عبد الناصر، الاثنين التانيين كانوا في عهد الحرب، لما ساعتها كان مات اصلا جمال عبد الناصر. مين اللي قدر الاشاره بدل الحرب بتاعت اكتوبر؟ السادات. يبقى الاثنين التانيين كانوا في عهد الرئيس محمد انور السادات. دي كده المرحله الاولى. نيجي على المرحله الثانيه اللي بتتكلم من 1961 لحد 1971، وساعتها كان عندنا واحده بقى مشهوره جدا اسمها الدكتوره امال عثمان. والدكتوره امال عثمان كانت بتمثل السلطه التشريعيه في مصر، ودي حاجه كبيره لما واحده هي اللي تمثل السلطه التشريعيه نفسها. كان ساعتها اسمها الدكتوره امال عثمان. دي كانت رئيسه او بتمثل السلطه التشريعيه في مصر، تمام كده؟ بعد كده جينا للمرحله دلوقتي اللي هو من 1971 لحد دلوقتي. قال لك بقى ان دور المراه بدا يتطور، والمراه اصبحت تاخد حقوقها وتاخد وعرفت واجباتها وبتنفذ الاثنين. وعملنا مجلس اسمه المجلس القومي للمراه، والمجلس القومي للمراه بيتكلم عن جميع قضايا المراه، ولو مثلا المراه بتتعرض لظلم المجلس ده بيعرض القضيه دي وبنقعد نتناقش فيها عشان دايما نحل مشاكل مين؟ المراه. ده كده تطور دور المراه. طيب هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها منظمات المجتمع الميداني، وركز معايا. يعني ايه مصدر منظمات المجتمع الميداني؟ قال لك ان منظمات المجتمع الميداني هي عباره عن منظمات بتضم، ركز بقى معايا، المجالس المحليه والجمعيات الخيريه والجمعيات الغير حكوميه. يعني ايه حاجه غير حكوميه؟ يعني مش وظيفه رسميه في الحكومه، حاجه مش حكوميه. يبقى منظمات المجتمع الميداني هي عباره عن منظمه بتضم كذا حاجه، فيها كذا حاجه. اول حاجه الجمعيات الخيريه والمجالس المحليه والجمعيات الغير حكوميه. طب الثلاثه دول لما بيقعدوا مع بعض، الناس دي لما بتقعد مع بعض بيعملوا ايه؟ قال لك ان هم بيحددوا كذا حاجه في الدوله. اول حاجه هم بيوضحوا علاقه الفرد بالدوله. رقم 2 بتثقف الفرد، تعمل على تثقيف الفرد ومعرفته او بتعرفه يعني حقوقه السياسيه. انت ليك كذا حقوق، ليك حقوق اقتصاديه، حق العمل انك تشتغل وتقبض فلوس وتاخد مرتبك في ميعاده. في حقوق سياسيه. يعني ايه حقوق سياسيه؟ انك تترشح للانتخاب، انك تترشح يعني تترشح ان الناس تنتخبك زي الرئيس كده، او انك تنتخب عن طريق انك بتحط الصوت اللي هو حاجه اسمها التصويت. يبقى انت ليك 3 حقوق سياسيه: الترشح والانتخاب والتصويت. بتدعم سياسات الحكومه. ايه هي سياسات الحكومه؟ سياسه الحكومه ان هي بتكافح الارهاب. يعني ايه مكافحه الارهاب؟ الارهاب اللي هو الناس الاشخاص اللي بتقتل في الناس البريئه. اكيد الحكومه دي بتكافح الارهاب، بتموتهم يعني، زي ما مصر عملت كتير قبل كده. غير كده حمايه البيئه، اكيد الحكومه عايزه تحمي البيئه.
واخر حاجه خالص، الحكومه بتمنع استخدام الالغام الارضيه. يعني ايه الالغام الارضيه؟ القنابل. طيب هل بقى منظمات المجتمع الميداني بتدعم السياسه دي ولا لا؟ بتدعمها. يبقى بتعمل على تدعيم سياسه الحكومه من خلال مكافحه الارهاب، حمايه البيئه، ومنع استخدام او حظر استخدام الالغام الارضيه، اللي هو يا جماعه القنابل اللي بتتحط تحت الارض فانت تيجي تدوس عليها تقوم مفرقعه، دي اسمها الالغام الارضيه. طيب اخر حاجه خالص قال لك ان المنظمات دي بتوفر مناخ ملازم او مناخ ملائم. يبقى بتوفر مناخ ملائم لحاجه اسمها الوحده الوطنيه. يعني ايه يا مستر مناخ ملائم للوحده الوطنيه؟ يعني مثلا دلوقتي لو انا جبتك وقعدتك في فرح وقلت لك ذاكر، في فرح واغاني، هتعرف هل ده مناخ مناسب انك تذاكر؟ لا. طب يعني ايه اوفر لك مناخ للمذاكره؟ يعني اجيب لك مكان ما فيهوش صوت، النور فيه يبقى هادي عشان في نفس الوقت عينيك ما تتاثرش، ومحدش بيعمل دوشه جنبك، مفيش تليفونات جنبك، وتذاكر بس. ده معنى كلمه المناخ الملائم للمذاكره. تمام؟ زي بالظبط المناخ الملائم لزراعه قصب السكر، محتاج حراره مرتفعه ومياه ري ايه؟ وفيره. الظروف الملائمه لزراعه البنجر، محتاج حراره معتدله وتربه خصبه ايه؟ جيده الصرف، او تربه خصبه خفيفه يعني. قال لك برده في مناخ ملائم ان احنا كلنا نبقى واحد، ان ما يبقاش فيه تعصب، ما حدش يشتم حد، ما يبقاش فيه ظلم، يبقى فيه عداله ايه؟ اجتماعيه. قال لك من دور منظمات المجتمع المدني ان هي بتوفر المناخ الملائم للوحده الايه؟ الوطنيه. لازم هي اللي توفر ده. ده كده الدرس اللي بيتكلم عن تطور الحياه النيابيه ودور المراه في مصر.